طبعا ده مكسب مهم بالنسبه لنا ان هو كان جاي بعد ايقافها من الزمالك قدام الزمالك برضو، فكان مهم بالنسبه لنا ان احنا نكسب النهارده ونكسب بطوله تضاف لينا كلنا يعني. فكان اهم حاجه بالنسبه لنا النهارده ان احنا لازم نبقى نكسب النهارده، والحمد لله ربنا كرمنا وكلل مجهودنا بالمكسب الحمد لله. كان ماتش سيراميكا ماتش صعب بالنسبه لنا، ان احنا كمان كنا مضغوطين شويه، الفرقه مضغوطه يعني بعد خساره الزمالك، فكان في ضغط كبير قوي على الفرقه. الفرقه كانت كلها عايزه تحقق المكسب باي طريقه، فكان باين علينا في الملعب ان احنا مشدودين او مضغوطين شويه. هدينا شويه لما لعبنا وصلنا نهائي. وطبعا النادي الاهلي مختلف في النهائيان، والحمد لله يعني ربنا كرمنا الحمد لله النهارده بالمكسب، يعني كنا احسن واهدى وكنا افضل طول المباراه، فالحمد لله ربنا كرمنا في ضربات الجزاء الحمد لله. يعني دي اهم حاجه بالنسبه لنا احنا برضو بالنسبه للفرقه عامه. وده اللي احنا متربيين عليه جوه النادي، ان احنا حتى لما بنخسر بطوله لازم رد فعلنا يبقى بسرعه وقوي. فالحمد لله دي كانت مهمه بالنسبه لنا، ان احنا كان لازم يبقى في رد فعل بعد الخساره. يمكن كنا بدايتها في مباراه سيراميكا كان في رد فعل مكسب، لكن مفيش رد فعل اداء، لكن الحمد لله النهارده مكسب واداء وكل وبطوله الحمد لله. يعني كنا طبعا قلقانين ان يعني انت الكوره في اوقات كتير ما بتبقاش ماشيه حسب سير الماتش، فكنا قلقانين شويه. لكن كنا برضو واحنا قلقانين وشغالين، بس كان برضو في برضو مطمنين برضو، يعني ربنا كرمنا الحمد لله في ضربة جزاء. معانا برضو جول كبير زي الشناوي، عندنا ثقة كبيرة فيه وربنا كرمنا الحمد لله، كرم هو بالاخص يعني النهارده، وكان سبب في مكسبنا الحمد لله. ده طبيعي، ده طبيعي في الانديه الكبيره بتشارك في عدد بطولات كبيره، فطبيعي ان يبقى كل اللعيبه بتلعب وكل اللعيبه بتشارك، ولازم 30 لاعب يبقوا جاهزين وحاطين في دماغهم في اي وقت ممكن يلعبوا. وده المدير الفني دايما بيقول لنا ان انا في اي لحظه ممكن العب اي حد، فانت ما تحسسش نفسك ان انت بعيد. انا بختار بالتمرين وباللي بيجتهد واللي بيعمل اللي انا بحتاجه منه، فمره واحده بتلاقي لعيبه بتخش لعيبه بتطلع، ودي ميزه يعني، ان يبقى في منافسه جوه الفرقه، ما يبقاش في لعيب عارف ان هو هيلعب دايما او لعيب بره دايما. دي بتفرق مع المدير الفني ومع اللعيب نفسه، وبتبقى بتدي منافسه في اوقات كتير، وبتبقى دي سبب مكسبنا اهم من ان احنا بنبقى فرقه بنأدي اداء فني كويس، بس ممكن يبقى سبب اكبر ان في منافسه بين اللعيبه، فبخلي كل اللعيبه بتأدي اقصى حاجه عندها واحسن حاجه عندها، فدي بتبقى مصلحه الفرقه يعني. يعني مباراة العين بالنسبة لنا ماتش مهم جدا، هنلاعب فرقة كبيرة فرقة محترمة، لكن ده عندنا دفع كبير قوي، المباراة عندنا في القاهرة مع وسط جمهورنا. والبطولة يعني اعتقد ان لو ربنا كرم وعدينا ماتش العين ان شاء الله، يبقى يعني باذن الله يبقى لينا فرصة كبيرة باذن الله، ممكن نلعب فاينل باذن الله. فيعني ماتش مهم بالنسبة لنا، وان شاء الله نأديه بصورة كويسة وربنا يكرمنا بالمكسب ان شاء الله. يعني بنشكرهم دايما على الدعم اللي موجود، بالذات في الماتشات اللي فيها جماهير والماتشات الكبيره، يعني بيبقى على طول موجودين وعلى طول متواجدين معانا. يعني دايما بننتظر دعمهم، ده هم بيبقى اهم حاجه بالنسبه لنا، يعني نوعدهم دايما ان احنا بالبطولات ان شاء الله، بس قبل البطولات نوعدهم ان احنا يعني اي لعيب في الفرقه دي موجود في الملعب، ما حدش بيبخل، ما حدش بيأثر، كله بيعمل اقصى حاجه ممكن يعملها، فيبقى يعني دايما بننتظر دعمهم، ويبقوا دايما عايزينهم سبورت لينا في كل الاوقات، ويبقى في لعيبه معينه كمان محتاجين يبقى السبورت معاهم اكتر من كده بس.